فلذلك نحن نرى بأن إذا كانت الرواية المغربية صحيحة في أن الصحراء الغربية هي جزء منه، لماذا قبل باستقلاله في 56 بحجمه الحالي ولم يطالب حينها باستقلال الصحراء الغربية؟ في دولة في العالم تتنازل على جزء كبير منها بهذه البساطة وبهذه السهولة. إذا كان المغرب أيضا موجود في صحرائه، سمح لي اقترح عليك حتى الناس يفهموا، نعطي 30 ثانية فقط، السؤال ده مهم. لا سامحني يا أخي، أليس من المفيد أن الناس يسمعوا وأنت والكلمة لك؟ لا سامحني، أليس من المفيد أن تقيم عليه الحجة؟ بهذه الطريقة على بالك الأفكار ما تكونش مترابطة يا أستاذ يا محترم. حتطلع 10 أفكار، ممكن النقطة هذه وحدها تعمل له كو كما يقولوا، يعني ممكن يسقط بالضربة القادمة. لا أنا ممكن حجته تسقط. أنا لم آتي هنا لأن أطرحه أرضا، يعني ممكن حجته أنا جئت هنا لنتناقش في هذا الموضوع ولنور يعني ممكن الرأي العام العربي، يعني لأن للأسف الشديد في المشرق العربي والخارج العربي الكثير من الإخوان لا يعلمون حقيقة ما يجري. قصدي أنه يمكن يتفق معك ويتنازل للحق. هذه فكرة كويسة يا دكتور نور الدين. الكلمة اللي هو في وقته، أنا أعطيك فقط 30 ثانية والباقي بعدين. قال لك إذا أنتم كنتوا فعلا تعتقد أن الصحراء مغربية، لماذا قبلتم الاستقلال في 56 بدون الصحراء؟ جواب مختصر للتفاصيل بعدين. بس قل له في 30 ثانية من غير ما تطول، لأن كما هو ولا يضطر. اسمح لي، نحن كنا نواجه دولتين قويتين، والمجاهدين وحزب التحرير الذي حرر الصحراء كان جبهة بوليزاريو تدافع، لا كان جيش التحرير بصري والناس ديال ثورة الماء العينين وعبد الكريم الخطيب وغيرهم مجاهدين. يعني نحن المغرب كان يتحاور ويتفاوض على بلاده. طيب اوكي مع فرنسا، فهمت. اذا كان وبعد انا اقول لك قضيه الاسبان وقته انا جاءت طرفايه من بعد، اخذنا طرفايه من اسبانيا، ثم جاءت افني من بعد. طيب وبقينا مستمرين في الحوار مع الاخرين حتى. طيب هذا جوابه، وش رايك في جوابه هذا؟ والله ماشي ضروري انك تاخذ الارض ككل. هذا جواب غير مقنع يعني. واذا كانت المغرب قد واجهت دولتين استعماريتين، فالجزائر واجهت حلف اطلسي باكمله ولم تفرط في صحرائها.